في بنت رمت نفسها من الدور الرابع في البحيرة بسبب ان ابوها، او يعني مش عارفة الشخص ده ما ينفعش تقال عليه اب اصلا، حبسها هو ومراته لمدة شهرين في اوضة فيها خرفان وغنم. قعدت شهرين عايشة مع خرفان وغنم، ولما زهق منها وداها عند عمها، ومن هناك هي حاولت ان هي تنتحر وترمي نفسها من الدور الرابع. دي مش اول ولا اخر بنت تتعرض للعنف الاسري من اب او من اخ او من اي حد في عيلتها، لمجرد ان هي بنت وكل واحد فيهم شايف ان هو اللي مسؤول عنها، وهو اللي ليه حق ان هو يربيها ويعلمها تتكلم ازاي وتقول ايه وتعمل ايه، واي حاجة غير كده ما تنفعش. في بنات بتلجأ للانتحار كتير، في بنات بتفضل ساكتة وشايلة فبتتدمر نفسيا كتير. فأتمنى من جمعيات حقوق المرأة وحقوق الإنسان إن هي تدعم البنت اللي رمت نفسها. هي للأسف كبيرة مش صغيرة، 17 سنة، فأكيد يعني مرت بمراحل نفسية دمرتها. فالبنت